الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير هنا من عروس البحر الأحمر في جدة، حيث نحن وإياه هذا المساء للاستمتاع معنا بمعركة كروية كبيرة كما جرت العادة في تاريخ الديربي بين الاتحاد والأهلي. الفيصل بعد فترة من الغياب والانقطاع لسنوات يعود الملعب الذي أنشئ في عام 1976 ليكون جاهزا لاحتضان مباريات الفريقين ومباريات المنتخب السعودي فيما بعد في هذه التحفة المعمارية الرائعة في جنوب مدينة جدة. بالنسبة للاتحاديين اللي قبل انطلاقة هذه القمة كانوا في قمة الترتيب. استمعنا للنشيد الاتحادي وبعد ذلك لنشيد النادي الأهلي هنا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل. كل التحايا لكم أينما كنتم. لا شك أنه واحد والرائع في تاريخ كرة القدم السعودية. هنا تمكن الفريقين من تحقيق العديد من البطولات. في ماكسيمان يحاول يعدي من الأول، يحاول يمر ماكسيمان. العودة في هذه اللقطة عن التقدم مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة تبقى عند بجرشي على مستوى الجبهة اليمنى، عادها إلى رياض محرز بكرة عرضية لتوات عالية من مشجعي النادي الأهلي. مطالب ساخر النادي الأهلي. محرز عرضية خطيرة بالراس لكن الإبعاد. يصل كرة 1-على-1 أمام فقيه. محرز حلوة التمريرة وفرصة يا إلهي جميلة من رياض لكنها عدت تمام. العويسية سعود مرة أخرى بينية اتحادية، تغطية دفاعية تعود في وسط الملعب، تدخل ورا. عملت الصعب يا عبد الرحمن. شوفها مرة أخرى وين الدفاع راح. العبود بكرة يا الله. روما واحد هنا. روما تمريرة رائعة للعبود. انطلاقة العبود حطها في البعيدات. يتصدر منذ وقت مبكر، يسجل هدف أول للنمور. النمور تريد أن تفترس العالمي. جانب فيرمينو. ماكسيمان عدى من الأول، ماكسيمان مر من الثاني. ماكسيمان حلوة رياض بالتمرير المين والتسديدة وين والكرة الخطيرة. غير معقولة اللقطة الأخيرة. من يستغلها؟ من يصل إلى الشباك؟ جابري مايلسن يلعب على جهة اليمين. فيجا يلعب الكرة العرضية حلوة بالراس خطيرة يا بوي. مش ممكن يا فيرمينو حلوة لقطة ولا أروع من جابري. يشوفها برا. ماكسيمان يبحث عن حلول مهارة، مرة من الأول مرة من الثاني، يكسب الخطأ. لا لمصاتي رياض. محرز على تنفيذ كرة طويلة أمامية. سعود يحاول بعد الكرة. مرور جميل حتى الآن. خطأ من المالكي، خطأ في الكرة. برادريتش تحولت أهلاوية لنداو بأمان. هدف بوبي حولها. فيجا بكرة يا إلهي. والكرة تصل بعد ذلك لبارو. هل من عودة بارو بتسديدة لكن حول كرة لرياض. محرز على اليمين. ماكسيمان حطها يا إلهي. متعة يا جابري. سحر يا جابري. سحر يا عيني سحر. محر بكرة. ماكسيمان تسديدة يا ولد. الله روعة. طريق نحو المرمى بقذيفة بصاروخ بكرة قوية بكرة زاحف. ماكسي بضربة قوية صاروخ الجو. روعة من ماكسي. لا يريد أن يعود خطوات للوراء. العبود مر يا الله. يا لها من لقطة مباراة. محرز على تنفيذ كرة أهلاوية طويلة بالراس خطيرة يا ولد. جول للأهلي. بدري عبد الباسط هندي ارتقاء جميل. يا سحرك يا محرز. عرضية ولا أروع. نموذجية بالمقاس. حطها على الراس وهندي عبد الباسط
يضع الاهلي في المقدمة في توقيت بالراس يا ولد في على اليمين. رياض يحاول بتمريره، رياض عدى، رياض حلوة 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 على اليسار تصل لمصلحة النادي الاهلي. تمريرة من انطلاقة في التمريرة في الانفراد رياض، ورياض بكرة يا ولد. المدافع الايمن بكره اماميه داخل منطقه ايبانيز، تغطيه اولى كبير جدا لفريقها في هذا الموسم. كره طويله، محاوله فيها تغطيه من الى رياض، حولها على اليسار، كيسي عرضيه خطيره سعود في مكان خطير. اتحاديه مره اخرى، سعود يلعب الكره العرضيه، محاوله بابتداء الاول، تبوي مرور، مهاره حلوه 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 حلوه، وكره يا الهي مش ممكن يا رياض. حلوة من الان ماكسيما، شوف في اللعب مع هذه الكرة لمصلحة النجم الدولي الجزائري. رياض محرز بكرة عرضية خاطئة، حلوة اللقطة الماضية لكن على جهة اليمين حسن نداو، 1 على 1 يحاول يمر نداو، من وراها حباب بالراس يا ولد، قلب المدافعين يا ضراني، يلعب دور البطل في هذه الأمسية. الشمراني يرتقي فوق التعتيب. ماكسيمان طويلة بعيدة عنه، ثم من النجوم واللاعبين الجماهيريين، محاولة فيها تغطية واللي عندهم جماهيرية قلب الخط من جانب دفاع الأهلاوي، تسديدة لكنها بعد مندي. كرة طويلة أمامية، رياض راسية لكنها بعيدة على روكسيمان، لكن اللي برا رائعا وأثرا كبيرا وحبا كبيرا في أنصار الجماهير. لمسة محاولة لكن فيها تغطية. اليوم ياسر أيضا يقيد في بعض الأدوار، كرة لكن فيها إبعاد من جانب عبد الباسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بواسطة البرنامج الفيلمورا بإزالة الكرومة الخضراء بكل سهولة. بعد الدخول إلى البرنامج سوف نختار الفيديو الذي سوف نضع عليه الكرومة، هنا نختار الفيديو، بعد ذلك سوف نضيف الفيديو الذي توجد فيه الكرومة الخضراء من خلال فيديو إفاطة. بعد ذلك سوف نضع هذا الفيديو فوق الفيديو الأول، بعد ذلك نضغط على شريط الفيديو الثاني ونضغط على هذا الزر. هنا لدينا دائرة خضراء، نقوم بإزاحة الدائرة فوق اللون الأخضر، وكما نشاهد تم إزالة الكرومة الخضراء. بعد ذلك نقوم بتعديل على الكرومة من خلال هذه الأزرار، وكما نشاهد ممكن كذلك وضع هذه الكرومة في أي مكان على الفيديو، كذلك يمكن التصغير، وفي الأخير نختار جودة الفيديو من هذا الزر ثم نضغط على إكسبورت.